جوزي لقيته داخل عليا النهارده يصحيني وماسك في ايده النبوت وواقف شبه الجلوط، بيقول لي قومي يا مارا شوف انا جايب لك اكل ايه. قلت له اكل ايه يلي ياكلك قطر؟ لا جايب قوي يا اخوي. قال لي قومي يا مارا يا قرصي الجلي اطبخي الاكل ده وحطيه في الحله. قلت له ليه يا ابو العيون خضرة بسلي؟ قال لي عشان عازم امي واختي وعايزهم ياكلوا ويزخططوا والدنيا تبقى فلالي. قلت له ده انت ليلتك طين، امك واختك مين يا راجل يا خنزير انت؟ هو انت مش عارف انني ما بنقبلش فيهم شعره وكمان عايز تجيبهم لحد عندي؟ غور من وشي بدل ما نعورك ونبوظ لك منظرك. قال لي يا مارا بدل ما نعجلك، وراح ماسكني عضدني من سمانة رجلي تقولش كلب مسعور. رحت فجعة بالصوت وصاحبة الزخمي ومتكية ضج فيه زي المسمار كده لحد ما سويته بالارض. المهم جام على حاله وقال لي توبة خلاص حرمت، يعني انت مش عايزة تعملي الاكل لامي؟ طب لمي لي بقى الحاجات اللي انا جبتها دي كلها عشان نوديها لها وتعملها هي. قلت له ليه انت شايفني غبية يا اخي؟ ان شاء الله يطفحوها. كلمة منه وكلمة مني. بصيت لقيت الباب بيخبط، جريت عشان نفتح لقيتها واقفة هي واخته اللي شبه السحلية. رحت ماسكة جوزي حطفاه معاهم وقافلة الباب في وشهم الطلاتة وداخلة طيران على المطبخ عشان نشوف هنعمل ايه. يعني هيقعدوا لي ويطفحوا ويقعدوا يرازوا فيي؟ لا هنعرف لا نطبخ ولا نعمل، وانا نحب نخش نعمل اكلي بمزاج كده وعلى الهادي. ورحت جايبه بقى شويه الطماطم على شويه الكراميلي وحشيهم حبه موز. جوزي كان جايبهم وجايين لي امسكيهم اعملوا لهم عصير ومش عصير. حطيت ده على ده، انا لسه فاضيه هنقعد نحلي بالسكر ونعمل في كوازين عصير كله على بعضه كده في قلب الفرن وهم يطفحوا خلاص. حكماني انتوا عارفين شطارتي، لو حطيت دماغي في حاجه بتطلع زي العسل. وجبت الحباش بقى وقلب والله العظيم الصينيه ديت جميله. وبيني وبينكم هم دولت بيطمر فيهم حاجه مهما نقف نطبخ لهم ونعمل لهم ونزين لهم في الاكل حياكلوا وينكروا برضه. وجبت حله بقى كده وحطيت فيها شويه الزيت عشان خاطر هنعمل لهم شوربه سمك بقى. وفضلت نقلب في البصلايه كده لحد ما حركتها عشان نحرق قلبهم وهم بيشربوا الشوربه. قال عايزين ياكلوا رز وشوربه ويتهنوا ويقعدوا يزرطوا ويغنوا، ده انا هندلج لهم اللقمه. وعملت بقى في حله صغيره كده حبه عالضيق ونزلت بالسمكه الجميله دي في قلب الشوربه. وحطيت ورق الجوافيه والفلفل الاسود والحباش كله ورحت مغطيه عليه. وجبت صينيه تانيه كده وحطيت فيها بصلايه عشان شويه الجراد اللي انا هنعملهم دول. وقلب في يمين في شمال من فوق لتحت ومن تحت لفوق على فص الطماطم على الحباش الكمون بقى والزعتر والروبابيكي وقلبتهم في قلب بعض كده. البتاع ده ما بياخدش وقت في السوا والله العظيم. اول ما بتحطيه بيتلسع على طول ويخس كده ويبقى لونه برتقالي. وجبت شريحتين من الليمون الجميل عشان خاطر الزفرة ورحت حطاهم ومقلباهم في قلب بعض. بصراحة ربنا الريحة طرش. ودي السمكة طابت واتهرت وفشرت. ورحت بقى حاشية سمكتين كده طوم وحطاهم في قلب الزيت عشان يتشقلبوا كده في قلب بعض وينحرقوا عشان لما ياكلوا برضه ما يقولوش انني مقصرة معاهم. الله لازم كده. وجبت الخيارية وغسلته على جلوسين الطماطم وخرت والله العظيم انا حطيت دماغك في الحاجة بتطلع زي الفل. ومسكت البصلة بقى على الرز، لازم الرز كده يتعمل له بصلة وحرقتها خليتها فحمي عشان خاطر الرز يطلع مفلفل وجميل. وحطيت شوية الحباش والملح وركنتهم طابوا وبقوا زي العسل. وادي السمكتين اتحمروا بسم الله ما شاء الله عليك يا ام ابراهيم في قلي السمك. بصراحة طلع زي العسل. من ما كنتش نحبش ونلبش ونشيل ونحط ونعمل الحلو كله. حماتي مش هتصيبني في حالي وهتلم النسوان وتقعد تتودود ود ويفضحوا فيي. والنسوان ما بتصدق الا كلام يجي في السيرة ديت. يقعدوا بقى كل واحدة تقعد تقطع في فروتي شوية
عليا، واني ما عنديش طولة بال ولا خلق، وحماتي بقى ما بتحبنيش مهما نعمل ليه ما فيش فايدة. والله لو جبت لها رجلي وايدي كده شمعة منورة هتفضل برضه تتكلم في جفايا من ورا. فانا هنعمل رحت جاية بقى عامله لهم الدلج دي ياكش ياكلوه ويتصمموا ونخلص منهم ونرتاح. ولو اني ما حدش جايب لي الكافية ومبهدلني معاه غير جوزي، كل يومين تلاتة الله جه داخل وصاحبها فضيله ويقول لي يلا اطبخي يا مرة، امي جاية ومش جاية، والولية تقعد تقول لي اعملي لي محشي واعملي لي صبانخ واعملي مش عارفة تقولش بتتوحم، وانا جرفانة وزهقانة من العيلة دي جرف ما فيش بعد كده. بص هنعمل ايه زي بعضه. وصينية البتاع اللي انا حشيتها موز دي طلعت زي النيلة ولا الشاوير ما حطي، عملتها وحشيتها وحمرتها والجبنة صاحت وناحت، وهي الاكلة طلعت جميلة وزي العسل مع شوية الصراصير المحمرين مع حبة الرز المجندلين، وياكش يطفحوها بقى.